رش القرفة على الصفر ديال البيض وغادي تشوفي واحد النتيجة ما يمكنش. كتعاني من بهتان ديال البشرة أو الحبوب أو المسام المفتوحة، جربتي بزاف ديال الوصفات وما لقيتيش النتيجة اللي كتنفعك، اليوم جبت ليك وصفة سحرية من مكونات بسيطة وموجودة في كل دار. القرفة وصفر البيض، مزيج طبيعي قوي كيعطي للبشرة إشراقة وصفاء ونعومة بحال الزجاج. من الفوائد ديال هذه الوصفة أنها كتخدم على البشرة من الأعماق. القرفة كتساعد على تنشيط الدورة الدمويه في الوجه، وكتخلي البشره تورد طبيعيا، وكتحفز انتاج الكولاجين، وهذه اهم حاجه باش الوجه يبقى مشدود وصافي. اما الصفر البيض فهو غني بالبروتينات والفيتامينات اللي كيغذيو لنا الجلد وكيشدوا المسام وكيحيدوا اللمعان الزائد، كيساعدوا كذلك في محاربه الحبوب والرؤوس السوداء، وكيخلي الوجه ناعم بحال الحرير. هذا المزيج هذا كيعطي توازن مثالي للبشره، وكينقيها وكيرطبها وكيعطيها توهج طبيعي، وكيخليك تباني بحال لابسه الميكاب خفيف وانت ما دايره حتى شي حاجه. ومع الاستعمال المنتظم البشره كتولي موحده اللون ونقيه ومشرقه من اول استعمال. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال الوصفه، غادي تاخذي نص معلقه صغيره من القرفه وتزيدي عليها صفر ديال البيض وحده، وغتخلطي مزيان حتى يولي الخليط متجانس. غادي تدهنيه على الوجه ديالك بطبقه رقيقه وخليه من 10 حتى ل 15 دقيقه ماشي كتر. من بعد غسليه بماء فاتر ونشفي وجهك بلطف، واستعمليه مره في الاسبوع فقط باش تستافدي من المفعول بلا ما تحسي بشي حساسيه او لا تهيج. نصيحه من الاحسن جربي الوصفه على منطقه صغيره اولا باش تاكدي ان البشره ديالك ما كتحسش من القرفه، وهذا الشيء اللي كاين. وإلا عجبتكم الوصفه نتمنى تعطيوني